وانا بعمل المشروب بتاعي المفضل هحكي لكم على حاجه، اغرب موقف ممكن يحصل معايا واقدم موقف، يعني مش عارفه مين ممكن يصدق حاجه زي كده. فانا هحكيه عشان حتى لو في نسبه 1% ممكن بنوته مثلا تصدق حاجه زي كده. من كام يوم كنت ناشره بوست ان انا محتاجه مج معين من جروب جمله. المهم فكمان كنت عامله المنشور مجهول الهويه، بس واضح ان انا بنتي يعني بقول عايزه كذا كذا. المهم واحد حط الرقم وقال انه عنده وان انا ابعت على الرقم يعني، فانا رديت على الكومنت انه بكام. ف... فما ردش غير بعد يومين تقريبا او حاجه، وانا ما كنتش لسه لقيت الحاجه برضه، يعني انا كنت عايزه مج بدرجه لون معينه. المهم فقال عندي. طيب فين الصوره؟ حط الصور. خلاص تمام، بعت له على الخاص. المهم تمام الدرجه اكيد يعني الدرجه دي موجوده، تمام. طيب السعر كام؟ السعر كذا. طيب بس مش بدي قطاعي يعني جملة بس. قلت له طب ممكن ازود في السعر عادي، ان ازود في السعر ان انا يعني مش عايزة كرتونة حاجة كبيرة، لا هشتري كذا حاجة برضو كتير يعني من نفس الحاجة، بس مش كرتون. المهم بعيدا عن تفاصيل الشغل الكتير دي كلها، انه خلاص تمام حضرتك تقدري تيجي تستلمي من المكان نفسه. تمام فين المكان هبعت اللوكيشن. ما بعتش اللوكيشن، لا قال لي النهارده اجازه، كان يومها حد، كان يوم الحد. فقال لي النهارده انا اجازه، اما اكون موجود في المكان هبعت اللوكيشن. تاني يوم بعت اللوكيشن والمكان يعني مش موجود فيه اسم المحل. فبقول له طيب اسم المحل ايه؟ قال لي لا ده مكان المندوب بتاعنا يعني هيدي الحاجه لحضرتك هناك لكن احنا بنوزع من المخزن بتاعنا في الجيزه، يعني في حته تانية اصلا. طب ماشي عادي ما عنديش مشكله، لان انا كده كده في دماغي مش انا اللي هستلم، يعني هبعت حد يروح يجيب لي الحاجه. هو اصلا لحد كده قلق، يعني اللي هو انا بقلق اصلا لو راكبه وسيله مواصلات لوحدي، ببقى فيلم رعب كده بالنسبه لي. المهم خلاص تمام، بعت قبلها بيوم نتفق الميعاد كذا، تمام ماشي وينفع. وقلت له برضو انه ينفع المندوب يجي لحد المترو، وخلاص تمام اللي هو عند المترو يعني عند مكان فيه مترو، هو قريب برضو مش بعيد. فقال لي ممكن نتصل يعني ساعتها واشوف. قلت له خلاص انا هبعت حد وهيجيب لي الحاجه، ما حددتش بقى واحد ولا واحد. المهم يومها جوزي بعد ما مشي من الشغل اتصل عليه علشان يتقابلوا، فكلمه ايوه المجات وكده، قام قافل السكه وقفل التليفون خالص او عمل خاصيه مش عارفه، وبعت له على الرقم ما بيردش. انا مش عارفه طبعا الخطه كانت ايه، بس حقيقي الحياه بقت مرعبه، فلازم كل بنت تخلي بالها من نفسها كويس جدا.